متابعين معكم مشاهدينا، وبمناسبة اليوم العالمي للغة العربية مسرحية جديدة موضوعة اللغة العربية، وهي من تأليف وإخراج بولين حداد يلي صارت موجودة معنا. أهلا وسهلا فيكي بولين. أهلا قبل فيكم. ما نحكي عن المسرحية، قد إيه برأيك اللغة العربية عم تتراجع وليه؟ شو السبب؟ هي اللغة العربية ما عم تتراجع، هي ثابتة وقد ما فينا نحن عم نجرب نشتغل على موضوع إنه ما تنسى. للأسف هو نحن بس ما أخذنا إنه هالجيل الجديد عم يخلق ما عم بيتربى أو يتعود إنه يسمعها قد قبل. هيدا التراجع هون عم بيصير، فبتلاحظي كل المحطات ما عم بتحط مثلا برامج باللغه الفصحى او برامج للأولاد الكرتون، برامج تربوية، الاولاد، يعني ما عم فصار بيكون في اهتمام باللغة 100% العربية أو صار اكثر. تشجيع. حتى المحطات مثلا بيحضروا المحطات الاجنبيه اللي فيها لغه فرنسيه، لغه انجليزيه، فالولد عم يلقط اللغات الاجنبيه قبل صح. العربي، يعني صح. بروح على المدرسه اصلا عم يحكي اجنبي، مش عم يحكي عربي. مه. فمن هون انطلقت فكره انه لازم نتحرك نعمل شيء و حتى نوجه الولد صوب اللغة 100% العربية. 100%. النجم العربي الصغير هو اسم المسرحية اللي راح تنعرض بكانون الثاني 2017، مزبوط. وهي تعبيرا عن رفض هيدا التراجع يلي صاير باللغة العربية. يا ريت تخبرينا شو هي الحبكة، القصة، كيف بدنا اوكي، نشد هالولد ونحببه باللغة العربية. ما هي يعني أنا فكرت إنه أعمل مسرحية. أول شيء رح تكون هي باللغة العربية الفصحى، مه. فهي بحد ذاتها العالم رح تحدي يفكروا للأولاد. إيه إنه كيف بده يستوعبها الولد، كيف رح يحبها. بس مشغولة طريقة مغامرة شغلها، على إيه كل عن حال. جد مغامرة. بس عم نلاقي كثير تجاوب يعني من قبل المدارس، حتى أول ما عم يقروا الموضوع عم يهتموا. فبنلاحظ هون في طلب على هيدا الشيء، بس لأنه ما في فعم بنروح للقصص البديله. فالحبكه هي بتحكي عن بنت حلمها مثل كل هلا البنات ما بقوا يحلموا يصيروا اميره وهيك، كلهم بدهم يصيروا ستارز مشهورين. صحيح. فهي مش بتحب الغنى والرقص والتمثيل، وحلمها انه تصير ستار مشهوره. بس هاي البنت من الشريحه اللي عم نحكي عنها، من الاطفال اللي خلقت ما بتحب رفضت تتعلم اللغه العربيه، ما بتحبها، بتلاقيها انه اولد فاشن، منا هلا على منا ترندي، منا على منا الموضة. ترندي، منا على الانترنت، منا هيك. واما لانه كمان اجنبيه وبيها عربي، فما تعودت انه ما تحكيها توجهت. وما توجهت صح. وهي صارت انه لا، ما بدها تتعلم، ما بتفهم كل شيء بالعربي بس ما بدها تحكي. فلحد ما بيجوا بيقولوا لها، وعامله باند مع اصحابها، فرقه موسيقيه وبيتمرن وهيك. فهون يعني حبيت اتقرب انا من الاولاد بطريقه حياتهم هلا المعاصره بس باللغه العربيه. فبصير في مباراة بتطلقها المدرسة اسمها النجم العربي الصغير، ففيهم يشتركوا فيها باندز وفيهم يشتركوا فيها سولو. فهي بتقول هي هلا فرصتي هي لحقق حلمي، بس للأسف لازم يكون العرض باللغة العربية وهي ما بتعرف عربي. فهي هون بتبلش مأساتها وكيف بدها تعمل الشو تبعها وتحقق حلمها. فبتتجمع عدة عناصر وبفوت كتير كاركترز، بتصير عايشة لعبة بين الخيال والواقع. ما رح نفضح القصة، نعم. لا يعلموها ستيب باي ستيب اللغة العربية برأيك وتشترك بولين صعبة بالمباراة. اللغة العربية؟ اللغة العربية تعتبر هي صعبة، كثير منا بنات عم هينة، يتخلوا عنها أو يمكن عم بيروحوا لغير لغات. هي اكيد منا هينه، هي لغه صعبه هيك اصيله، بس بذات الوقت حلوه. ولغه هي لغه الشعراء يعني والادباء وكل هول، ففيها لغه ومعاني فيها يعني لغه كثير حلوه، فيها معاني كثير قويه. بس صعبه اكيد، ما في شك صعبه، وكلنا بنعرف درسنا القواعد وقديش صعبه. بس كل شيء تتمرني تسمعي، لأنه ما تتعودي بيعرفوها. تقري. يعني هي صعبة مزبوط. لما بتكون شغلة ما بتعرفيها منيح، ما بتتقنيها مزبوط، بتلاقيها صعبة. بس لما بنتقن اللغة العربية مزبوط، لما بنقربها من الولد، مزبوط. بنحسها هي فاميليار معه، هيدا وطن وهيدي لغته الأصلية، لغة الأم. مزبوط. وبيقولوا إذا الولد ما تلقى بالأول لغة الأم ما بيقدر يتلقى مزبوط صح. اللغات الأجنبية الأخرى. 100%. قد إيه بدها تساعد هالمسرحية برأيك حتى الولد يصير قريب أنا متفائلة كثير إنه رح تساعد الأولاد تيرجعوا يحبوها على القليلة اللغة العربية، يرجعوا وكثير بتعلمهم إنه يتمسكوا بلغتهم، لأنه هي
إرث، يعني لازم يحافظوا عليها مثل ما بنحافظ على علمنا، على وطننا، على كل شيء، ثقافتنا وتراثنا. كمان اللغة هي أساسية، فلازم نحافظ عليها. فبتوصل هيدي المسج بالمسرحية. بس أكيد المسرحية لحالها منا كافية، لازم كل الجمعيات اللي بتعنى باللغة العربية، المدارس، يشتغلوا أكثر، الأهل يشتغلوا على الموضوع. مش بس أنا بدي عربي أعلم بالبيت 100%. فينا. هلا يمكن ما رح يحضروا يحكوا بالفصحى، بس على القليله بالعربي. ايه مش بس انا بدي اعلم ابني انجليزي وفرنسي ليكون هو مميز، لا كمان بلغته العربيه بيكون مميز. ذكرينا اي متى رح يكون العرض؟ نحن قلنا بشهر كانون الثاني، بس ابتداء من شهر تقريبا من نص شهر كانون الثاني رح نعمل العرض الافتتاح، وبنبلش يصير نعرض للمدارس على مسرح الاوديون. والتوقيت اي متى حددنا الوقت تقريبا؟ اكيد هي الدعايه رح تكون، بنشكر هون بدي اتشكر المؤسسه اللبنانيه للارسال اللي دائما بتدعم اصلا المسرح والفنون. رح تكون الدعايه على الBC، ورح ينزل رح ناخذ كل التفاصيل. بس هلا حبينا بمناسبه لانه نهار الاحد الماضي كان يوم العالمي للغه العربيه، فحبينا نطل على الناس ونقول لهم انه عن جد هيدا الموضوع لفته من عنا، لنقول انه اللغه العربيه كثير مهمه. ونبدأ مع اولادنا اكيد مهمه. ومن خلال المسرحيه اكيد هدفكم تربوي، انكم تشجعوا اللغه العربيه، ومثل ما سبق وذكرتي كمان التشجيع بيبدا من البيت، كمان الاهل هن اللي بيشجعوا اولادهم، وايضا كمان المدارس لهم كمان دور كثير كبير بهذا الموضوع. بولين حداد، شكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا لكم، وكل التوفيق لك بكل الاعمال اللي بتقوموا فيها. شكرا لك. مشاهدينا، لهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا. ما تنسوا تابعونا بكره بنفس الوقت الساعه 5:30 على القلبيتو. باي باي.